ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير. النهارده مع بعض هنعمل شاورمة لحمة بالعيش السوري، وكمان بطاطس محمرة. كمان في تكات بسيطة جدا في الفيديو. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا. معايا نص كيلو لحمة قطعة جوليانو. تمام. معايا طبعا بصلة كبيرة قطعة جوليانو، وفلفل الوان احمر واصفر متقطع جوليان. تمام. معايا كمان علبة زبادي. تمام كده. معايا حبهان بودرة معلقة، وكمان معلقة من جنزبيل، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من بابريكا، فلفل اسود، ملح، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل. معايا صويا صوص ودبس رمان. تمام. فلفل الوان اصفر واحمر. تمام. اهم حاجة التوابل، واهم حاجة الصوصات اللي احنا هنحطها على اللحمة عشان تديكي لحمة جوسي كده وطعمها جميل. تمام. نزلت بقى بالفلفل الاسود والملح والبابريكا والثوم البودر، البصل البودر، وكمان حبهان البودرة. اهم حاجة الحبهان البودرة هو اللي بيخلي التست في حتة تانية جدا يعني. تمام. وجنزبيل وعلبة الزبادي والملح بتاعنا. وكمان اهم حاجة كمان دبس الرمان وصويا صوص، هو اللي بيديكي التتبيلة بتاعت الشاورما. بجد حلوة جدا يعني. تمام. طبعا بنسيب اللحمة التتبيلة دي اللي احنا عملناها كلها في التلاجة نص ساعة او ساعة، حسب اللي انتي يعني عايزة تسيبها. لو مدة اطول يبقى بتديكي بقى ايه فرق جامد جدا يعني. تمام. بعد كده طبعا قلبت كل المكونات دي كلها مع بعض لغاية ما تكانس تشرب من التتبيلة كويس. زي ما انتوا شايفين اللون الشاورما ده اللون المطلوب اللي احنا عايزينه في التتبيلة. زي ما انتوا حضراتكم شايفين. سبتها ساعة في التلاجة. زي ما انتوا شايفين نزلت بقى ايه في طاسة على البوتاجاز، فيها معلقة كبيرة من الزيت. طبعا اهم حاجة الطاسة سخنة جدا. اهم حاجة الطاسة سخنة جدا عشان ما تنزلش معايا سوائل في اللحمة بتاعتي ولا اي حاجة، عشان تلاقي اللحمة جوسي كده وطعمها حلو جدا. زي ما حضراتكم طبعا شايفين بقى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللحمة يعني بصوا جميلة. شايفين الصوص؟ بجد ايه، روعة 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 بجد، 10/10. بعد كده تسيبها 10 دقايق بالظبط يا حبايبي. بعد كده خلاص يا هنزل كمان بالبصل الجوليان اللي احنا عملناه زي ما انتوا شايفين. وكمان هسيبها كمان يعني 5 دقايق بالظبط على اللحمة اللي احنا حطيناها دي خلاص يعني، خلاص هي استوت. تمام كده. وهنزل في الاخر خالص الخضار الايه الفلفل والفلفل الاحمر والاصفر. تمام. طبعا الخضار الفلفل والالوان مش عايزين نتهري للازم، يعني في قرشة شوية في الشاورما بتاعتي عشان طعمها يبقى حلو. طبعا انا ما جبتش جبن، ما جبتش طحينة، ما جبتش والله حاجات كلها في البيت اللي موجودة عندي في البيت عملت بيها الشاورما. يعني مش كلفت بروحي بحاجات كتير ولا اي حاجة. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ بجد 10/10. وبجد الريحة كانت خطيرة، بجد خطيرة جدا. زي ما انتوا شايفين كده جبت العيش السوري. طبعا انا ما عملتوش، بس ان شاء الله انا هبعملها لكم حلقة قريب. تمام. طبعا هشيل بقى العيش بتاعي. طبعا عايزة تفرديها تحطي عليها صوصات كاتشب ومايونيز ومستردة. انا عندي بس ما حطيتش يعني ايه في الحشوة من تحت يعني. انا حشيت العيش عادي كده من غير صوصات عليها ولا اي حاجة خالص. انتي بس وانتي بتاكلي الساندوتش كده انتي اتغمسي كده بالصوص عادي، ما فيش اي مشكلة. ولا حاطط جبن ولا اي حاجة، حاجات كده يعني بسيطة. مش كلفت نفسي كتير ولا اي حاجة. الموجود في البيت بتعمليه. تمام كده يا حبايبي. وصلتوا لهنا اعملوا لي لايك وكومنت حلو ومشاهدة. تمام. طبعا هبدأ الفها بقى رول كده. طبعا لازم يديها بقى ايه التست التاني، يخلي الشاورما كده في حتة تانية. هي ايه يا سهام؟ هي معلقة السمنة البلدي عشان تديكي الشاورما في حتة تانية. معلقة سمنة بلدي كده في طاسة سخنة جدا عشان نديها اللسعة، الصدمة اللي احنا عايزينها، اللون اللي احنا
عايزينه في الشاورما بتاعتنا اللي احنا بنشوفها في المحلات. تمام. زي ما انتوا شايفين كده السمنة البلدي هي اللي بتخلي الشاورما في حتة تانية، او زبدة، لو عندك زبدة عادي مفيش اي مشكلة. بس انا طعمتها كده بالسمنة كده عشان تخلي كده الشاورما في حتة تانية. تمام يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللون اللي احنا عايزينه. طبعا ايه، هشيل الاتنين دوت احطهم في الطبق، وهحط كمان معلقة سمنة بلدي، وابدأ احط الباقيين بتوعتي. تمام. بعد كده بقى ايه، هنبدأ نقطعها اي تقطيع اللي انت عايزاه. شايفين بقى اللون اللي احنا عايزينه دوت، ده اللون اللي احنا عايزينه يا حبايبي. تمام. هبدأ بقى اقطعها اي تقطيع اللي انت عايزاها، عايزها مثلث مربع، بصوا ده حسب رغبتك. طبعا انا قطعت الاولانيه دي، لازم ايه ادوق، يعني لازم ادوق، صح ولا ايه؟ بعد كده قطعت كميه الشاورما بتاعتي زي ما انتم شايفين، لغايه ما اعمل كل كميه الشاورما بتاعتي، وقدمتها بقى في طبق معاها بطاطس كده محمره. طبعا لازم ادوق، يعني لازم ادوق، لازم الشاورما تاكلها وهي سخنه، هي سخنه كده، طعم كده. قدمتها كده في صوصات كاتشب ومايونيز مستردة، بطاطس محمرة. بس كده يا حبايبي، كان فيديو بسيط جميل جدا، وان شاء الله اتمنى الوصفة تعجبكم والحلقة تعجبكم ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش بقى باللايك وشير وتفعلوا الجرس، وان شاء الله اللي جاي احلى مع مطبخ الشيف سهاء من الحشاش. يا حبايبي شايفين بقى، باكل طعمه جميل جدا، لازم اهم حاجة ناكله وهو سخن. بس كده، ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة يا حبايبي، باي باي.